ستستضيف دولة قطر منافسات كأس العالم 2022 في نسختها رقم 22 خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري. وحددت قطر 8 ملاعب مزودة بأحدث التقنيات العالمية لاستضافة مباريات المونديال بدءا من الافتتاح وحتى الموقع الختامية. سوف نتعرف في هذه الحلقة على مصير هذه الملاعب بعد انتهاء المونديال، ولكن في البداية أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل يصلكم كل جديد. نظرا لصرف قطر مليارات الدولارات على إنشاء الملاعب المكيفة في المونديال، فقد حددت قطر مصير تلك الملاعب بعد انتهاء المونديال، وتخطط الحكومة القطرية لتحويل بعضها إلى ملاعب بسعة أقل، في حين سيتم تفكيك البعض الآخر أو جعله وجهة مجتمعية تضم كثير من المرافق المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة منها بعد انتهاء البطولة، حيث شهدت قطر 7 ملاعب جديدة بالكامل لاستضافة منافسات بطولة المونديال، في حين شهد ملعب خليفة الدولي أعمال تطوير شاملة. وبعد انتهاء البطولة سيفك نحو 170 ألف مقعد لتمنح للدول النامية مساعدة من قطر لتحسين البنية التحتية الرياضية لتلك الدول، ومن ثم فمن المتوقع إنشاء 22 ملعب جديد في الدول النامية، وستترك إعادة التشكيل هذه لقطر. أما بالنسبة للملاعب فملعب المدينة التعليمي بعد انتهاء المونديال سيتحول الملعب الذي يستضيف مباريات عدة وصولا إلى ربع النهائي إلى وجهة رياضية وترفيهية تلبي احتياجات وتطلعات كل منتسبي المدينة التعليمية، وسوف يتم تخفيض سعة الملعب إلى النصف، وسوف تتبرع قطر ب20 ألف مقعد المتبقية لبناء ملاعب في دول نامية والمساعدة في نشر الشغف بهذه اللعبة في جميع أرجاء العالم. أما ملعب لوسيل، لا شك بأن ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم 2022 على الإطلاق، تبلغ سعته حوالي 80 ألف مقعد، وهو ضعف العدد الذي تستوعبه معظم الملاعب المجهزة لاستقبال البطولة. ويستضيف استاد لوسيل عدة مباريات خلال بطولة كأس العالم، ويقع الملعب على بعد 20 كيلومتر تقريبا شمال الدوحة في مدينة لوسيل. ويعد استاد لوسيل أكثر الملاعب تكلفة مقارنة بتكاليف ملاعب كأس العالم الأخرى في قطر، فإن التكلفة الإجمالية لتشييده وتجهيزه بلغت 2 مليار دولار أمريكي تقريبا، حيث سيحول ملعب لوسيل إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر ومقاهي ومرافق رياضية وعيادات طبية، وسيتيح هذا المركز المجتمعي المتعدد الأغراض كل ما يحتاج إليه الناس تحت سقف واحد، هو السقف الأصلي لملعب كرة القدم. وخلال هذه العملية ستفكك معظم مقاعد الملعب البالغ عددها 80 ألف مقعد. أما ملعب السمامة فهذا الملعب يقع وسط مساحات خضراء مزدهرة، وتوفر المنطقة المحيطة به أماكن للعب والاسترخاء يمكن للمجتمع الاستفادة منها قبل البطولة وبعدها، وستخفض طاقة الملعب الاستيعابية بما يكفي لتلبية متطلبات الرياضة القطرية، حيث سيتبرع ب20 ألف مقعد لتطوير مشاريع رياضية في أرجاء مختلفة من العالم. وسيستخدم الملعب بطاقته الاستيعابية الجديدة لاستضافة مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى، كما سيبنى فندق عصري صغير مكان المدرجات العليا في الملعب. أما ملعب البيت ستفكك مقاعد الجزء العلوي من المدرجات وستكون قابلة للنقل تماما مثل بيوت الشعر القديمة، وستمنح للدول النامية التي تحتاج لبناء المرافق الرياضية. وملعب الجنوب بيّنت دولة قطر بأنها ستقوم بتقليص عدد مقاعده من 40 ألف مقعد إلى 20 ألف مقعد بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022، وسوف يصبح الملعب مركز الرياضة والترفيه الجديد في جنوب قطر على نحو يضمن استمرار أجواء الإثارة والحماسة فيه. وسيتبرع بالمقاعد الأخرى البالغ عددها 20 ألفا لمشاريع تطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم. أما ملعب 974 صمم هذا الملعب ليفكك بالكامل بعد انتهاء المونديال، ويقدم للدول التي تحتاج للمقاعد في إطار التنمية، حيث يقدم ملعب 974 نموذجا يحتذى لمطوري الملاعب ومنظمي البطولات الكبرى في العالم. وملعب أحمد بن علي يقع هذا الملعب في مدينة أم الأفاعي على بعد 20 كيلومتر غرب وسط الدوحة. يستضيف الملعب في المونديال القطري مباريات من دور المجموعات حتى ثمن النهائي، ويستقبل في المنافسات أكثر من 40 ألف مشجع من مختلف دول العالم.
وبفضل طبيعة مقاعده القابلة للتفكيك من المقرر خفض الطاقة الاستيعابية للملعب بعد البطولة من 40,000 إلى 20,000 مقعد، حيث ستفكك مقاعد المدرجات العلوية ليعاد استخدامها في تطوير مشاريع ومرافق رياضية في قطر والعالم. وسوف يصبح الملعب بعد انتهاء المونديال مقرا لنادي الريان. أما ملعب خليفة الدولي يعد القلب النابض للأحداث الرياضية التي تشهدها قطر، وقد استضاف هذا الملعب الذي تبلغ سعته 40,000 مقعدا كثيرا من الأحداث البارزة خلال تاريخه الطويل، مثل دورة الألعاب الآسيوية وكأس الخليج العربي وبطولة كأس العالم لكرة القدم وغيرها. ولم يتم الإعلان عن أي تغييرات تطرأ على هذا الملعب بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022. وهنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى وضع لايك، وشكرا لكم على حسن الاستماع.